يعني يعني عندما تحدثت مع التجمع السوري لاحظت انه الشباب منظمين كثير، وفي عندهم عدة اقسام، منظمين نفسهم على الارض، على الحراك الثوري، على الجهة المالية، على الاعلام الى اخره. الجماعة ما شاء الله عليهم نشطين كثير، نشطين بشكل كبير، والله سبحانه وتعالى يسهل امرهم. يعني لما جيت لهون انا بعتبرها بحد ذاته هو جهاد ونشاط كبير، لازم يستغل، لازم كل دقيقة تستغل بهذا الموضوع. ومن ميديكال ريليف فورسيري بيروحوا على هيئة ثانية، على هيئة ثالثة، هيئة رابعة، وبالاخير مثل ما حكينا لكم الاول، لمصلحة البلد، لمصلحة اهلنا في البلد. والله سبحانه وتعالى يسهل امرنا ويعيننا كلياتنا ايد بايد لمساعدة اهلنا بالداخل. الايد لحالها ما بتسقف، فمضطرين الجماعة يجوا لهون، عانوا، سافروا، دخلوا عن طريق أطمي، السفر وأتعابه. الواحد مفترق عن أهله، ترك أهله، ترك الولد والابن، جاي لهون ل7 أيام، بدهم يضلوا إن شاء الله 7 أيام وبدهم يرجعوا. يعني الحنين اللي فيهم، بس لا ننسى إنه هذا كليته جهاد إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى يتقبل عملهم ويوفقهم ويرجعوا في أسرع وقت. أنا صحيح فرصة لي كمان إنه يعني الله سبحانه وتعالى سهل إنه تعرفت عليهم بشكل أكثر. صحيح بنزل على حلب بين فترة وفترة، بس بيحكي لك هل بتعرف الفرق، بيحكي لك بتقول له إيه، بيقول لك هل عايشرته، هل سكنت معه، هل سافرت معه إلى آخره. يمكن لما كنت أنزل على حلب يوم يومين ما كانت الوقت يسمح لي إنه أعرفهم بشكل كامل، بس هون قعدت معهم يوم يومين 3 4، عرفتهم بشكل أكثر، حبيتهم بشكل أكثر. الأسى والحزن الحقيقة إنه يمكن بعد فترة نكون جالسين مع بعض، يقعد واحد يحكي بتتذكر فلان، قال لهم إيه، بيحكوا لي الله ارتحم. الله سبحانه وتعالى يحسن خاتمتنا ويتقبل أعمالنا خاصة وجهه.